السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أم. فيديو النهاردة تكملة لفيديو بوفيه السلطات اللي ابتديته معاكم المرة اللي فاتت، وهيكون في فيديو تالت إن شاء الله، استنوه، للسلطات والمقبلات. ويا ريت تتابعوني عشان تشوفوه، ولو مشتركين يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بيه أول ما ينزل. البطل في حلقة النهاردة هو المايونيز. انا هقدم لكم المايونيز بطريقة صحية جدا وسهلة جدا، مفيش منها اي خوف او قلق، واقتصادية جدا. الفيديو ده بصراحة يعني انا كنت عاملاه في يناير 2016، يعني من حوالي 3 سنين، اكتر من 3 سنين. والوصفة دي انا تعبت فيها جدا، عملت بحث وجربت كذا مرة عشان اوصل لها وتطلع مظبوطة معايا. الفترة دي كانت منتشرة انفلونزا الطيور، وفي يناير طبعا في عز الشتاء، وولادي بيحبوا المايونيز، وانا مش عايز اعمل لهم مايونيز بالبيض لانه بيتعمل بالبيض الني طبعا. فحاولت بقدر الامكان اني الاقي وصفة قريبة قوي من طعم المايونيز بس من غير ما استعمل بيض. فاستعملت فيها اللبن الحليب، بس طبعا في حاجات معينة المفروض نراعيها ان شاء الله هقولها لكم خلال الفيديو. الموضوع بقى المهم اللي عايزة اقوله لكم ان انا بعدها بفترة كبيرة، بعد ما هي نزلت الفيديو بكتير، لقيت قناة كبيرة جدا سرقة فكرتي. هتقولوا لي سرقة ازاي؟ دي ما تعتبرش سرقة ولا بتاع، ما كل اليوتيوبرز بياخدوا من بعض. اقول لكم لا، دي تعتبر سرقة. ليه؟ لان الفيديو ده يعتبر حصري ومحدش كان عامله قبلي، وانا تعبت فيه جدا. فكان مفروض على الاقل انها تذكر المصدر كنوع من انواع الامانة العلمية. فانا قلت يمكن مش واخدة بالها، فقلت لها في تعليق من التعليقات ان انا الفيديو الفكرة دي فكرتي، وانا عاملة الفيديو قبلك ب11 شهر، وكان مفروض ان من الامانة العلمية انك تذكري المصدر. فردت عليا للأسف بمنتهى ان انا اللي سرقاه منها وان هي عاملاه قبلي. مع ان تاريخ الفيديو واضح، يعني التواريخ على الفيديوهات محدش يقدر يلعب فيها. انا عاملاه في يناير 2016 وهي عاملاه في ديسمبر 2016، يعني بعديه ب11 شهر. فلو حد بيعرف يحسب يا جماعة معلش يقول لي او يصلح لي معلوماتي، مين بيجي الاول، يناير 2016 ولا ديسمبر 2016؟ يعني سبحان الله، انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده. هو طبعا الفيديو بتاعي جايب لي مش عارف 1000 وكام فيو، والفيديو بتاعها جايب لها 2 مليون، مع ان هي دي فكرتي. طبعا ربنا يرزقها، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس على الاقل لما اكون واخدة معلومة من مكان لازم اذكر انا جبت ده منين. الا اذا كانت وصفة دارجة والناس كلها بتعملها، مثلا رز بالشعرية، فاصوليا بالبطاطس، اي حاجة من الحاجات دي كل الناس بتعملها فعادي. لكن دي فكرة حصرية، فأنا لما أستعمل فكرة حد لازم أقول على الأقل إن أنا جايبها من عنده. بس نرجع لوصفاتنا بقى ولسلطاتنا. ده المايونيز اللي هنعمله من غير بيض، وبرضه هعمل لكم الجارليك أو اللي هي سلطة التومية من غير بيض. طبعا المايونيز والتومية ما بيخلاش منهم أي بوفيه سلطات. بستعملوا المايونيز مع عدة سلطات، أنواع كتيرة تانية من السلطات هوريها لكم النهاردة إن شاء الله. الحاجة الأساسية اللي أنا هعمل بيها المايونيز النهاردة هو الزيت واللبن الحليب. اللبن الحليب بدخله الفريزر الأول لحد ما يعمل فليكس زي ما انتوا شايفين، اللي هو التلج المجروش ده. باخد منه كمية، بحطه في الفريزر حوالي نص ساعة كده، باخد منه من ربع لنص كوباية. والزيت هبتدي برضو بنص كوباية. انا بستعمل هنا زيت عباد شمس، وهحتاج ملح، وهحتاج كام نقطة من الليمون كده، مش كتير. ولو انتوا حابين تستعملوا مستردة او خردل استعملوا، بس انا مبحبش طعم المستردة في المايونيز. بحط الاول اللبن الحليب زي ما انتوا شايفينه في قطع تلج مجروش، وده دسم. بحط بعد كده زيت عباد الشمس، انتوا عارفين ان هو خفيف، فانا بحط نص كوباية.
وببتدي اضرب بالهاند بلندر. ممكن لو ما عندكيش هاند بلندر استعملي الخلاط العادي، بس تعملي بالسز، يعني ضربة وتستني، ضربة وتستني. بفضل اضرب لحد ما يبقى تقيل كفاية، بس اللي انتوا شايفينه ما تقلش لسه، يعني تقل شوية صغيرين. زودت له زيت حوالي نص كوباية كمان، بس انا زودتهم بالتدريج يعني لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بحط بعد كده الليمون، نقطتين تلاتة كده من عصير الليمون، ما تكتروش. وبحط الملح، برضو رشة ملح صغيرة جدا، وبنضرب. ممكن تزودوا خل لو حابين، بس هو مش محتاج خل لان احنا بنحط خل على المايونيز التاني عشان الزفارة، بس مفيش هنا بيض ني. خلاص كده تمام. زي ما انتم شايفين قوامه جميل جدا، ممكن استعمله كده زي ما هو، اعمله سبريد كده في سندوتشات او بيستخدم مع سلطات تانية. دلوقتي هعمل التومية، برضو تقريبا طريقة مشابهة ليها. هاخد حوالي ربع كوباية او 60 ملي من اللبن الحليب اللي فيه التلج المجروش ده، وهحط المرة دي بقى 3/4 كوباية من الزيت. التومية انا عايزاها اخف شوية من المايونيز. وبنحط ملح، توماية واحدة بس مهروسة، ما تكتروش التوم لان بيبقى طعمه تقيل قوي وبيمرر. وبنحط شوية عصير ليمون، عصير الليمون برضو ايه بيمنع شوية المرارة وبيديله طعم حلو. خلاص كده تمام، مش محتاجة ازود زيت. شوفوا انتوا كل ما هتستعملوا زيت اتقل هتحتاجوا منه كمية اقل، ولو تستعملوا لبن حليب كامل الدسم هتلاقوا برضو هتحتاجوا كمية من الزيت اقل. خلاص كده دي التومية بتاعتنا، بنحطها على السفرة مع السلطات. ممكن الناس تستخدمها، في ناس بتحب تحطها على الرز، في ناس بتحب تاكلها مع الفراخ، مع البطاطس. انا بقى هستعمل المايونيز عشان اعمل نوع من السلطات لذيذ جدا، هو السالاد الروس او السلطة الروسية. بتعتمد اساسا على مجموعة من الخضروات، بتبقى سوتيد كده، يعني بنعملها يا اما في الميكروويف، بدخلها الميكروويف لمدة من 5 ل6 دقايق، او بسلقها على النار. وبحتاج بطاطساية كده مسلوقة بس ما تكونش مهرية، بقطعها وبضيفها على الخضار المشكل بتاعي. خلاص كده بقت ما يبقاش مستوي قوي، يعني اهم حاجة خضار ما يبقاش مهري. بنحط عليه المايونيز بالكمية اللي انتوا عايزينها. انا ما بحبش احط مايونيز كتير عليه، بحط شوية شوية كده، يعني معلقتين وبجرب، معلقة كمان وبجرب. تقريبا نص كيلو من الخضار بيحتاج من 3 ل4 معالق كبار. بنحط طبعا ملح، بظبط الملح كده حسب المذاق. وبنحطها في طبق التقديم، وبنزينها بشرايح البيض المسلوق وبالزيتون. بيفضل ان احنا نحط زيتون اسود عشان يكسر اللون شوية. تاني صنف هنعمله برضو باستخدام المايونيز هو الكولسلو، يعني مشهور قوي اللي بيقدمها مطعم كنتاكي. بحتاج كرنب ابيض، هو الكرنب ده شكله غريب شوية لانه كرنب صيني. وهحتاج جزر، بقطع كده صغير على قد ما اقدر. بعد كده ممكن نفرمهم في الكبة او بطريقة تانية هوريها لكم. وهستعمل بصل برضو بقطعه، انا بقى ما بحطهمش في الكبة، انا بعملهم بمخرطة الملوخية، لان بيخلي التكستشر حلو، يعني ما بيبقاش دايب قوي. لما بيتعمل في الكبة بيبقى دايب، بيبقى كأنه فيه سوائل كتير، لكن لما بيتعمل بالمخرطة كده بتحسه بطعم الخضار. بعد ما خلاص بخرطه، يعني بخليه صغير على قد ما اقدر.
باخد منه يعني، دول طلعولي تقريبا 4 كوبايات او 4 مجات. المج الشاي العادي بتاعنا اللي هو تقريبا 240 مللي، هيتحط عليه معلقة صغيرة سكر واقل من نص معلقة صغيرة ملح، وبنحط له من معلقة لمعلقتين كبار من المايونيز. دي معلقة ونص تقريبا. ما بنكترش المايونيز على الكول سلو بالذات، لو كتر المايونيز يبقى طعمها مش حلو. وخلاص وبنقدمها. ممكن تزينوها بشرايح الجزر لو عايزين، او بزيتون زي ما تحبوا. بعد كده هنعمل سلطة البطاطس بالمايونيز، دي مفيش اسهل منها. سلطة الكسلانين، بطاطساية تسلقوها على النار، تقشروها. الافضل طبعا تسلقوها وهي بقشرها عشان البطاطس ما تشربش مية وتبقى ما تبقاش حلوة يعني. بنحط لها شوية مايونيز ورشة ملح وخلاص، بقت عندنا سلطة جاهزة. وطبعا بتزينوها حسب الرغبة اللي انتوا حابين. صنف لذيذ جدا، انا شخصيا بحبها قوي. بعد كده هنعمل سلطة المكرونة، ولا اسهل من كده. مكرونة مسلوقة، ممكن تحطوا تونة وممكن لا، براحتكم. يعني انا ولادي بيحبوا المكرونة بس في ناس كتير ما بيحبوش التونة على المكرونة، ما تحطوش عادي. هنحط المكرونة وهنحط المايونيز حوالي معلقتين كبار كده، وبنحط بقى خضار مقطع زي خضار السلطة، فلفل بقى بكل ألوانه، أصفر أخضر أحمر زي ما انتوا عايزين. نحط جزر مبشور أو مقطع صغير، نحط بصل. في ناس بتحب تحط طماطم، ممكن تحطوا طماطم بس حاولوا تشيلوا منها البذور. حطينا هنا جزر وفلفل وبصل. بنحط شوية خل حسب المذاق، انا مزودة الخل عشان التونة. وبنحط حوالي ربع كوباية من الزيت على 300 جرام من المكرونة. بتحطوا بعد كده بتتبلوها بالبابريكا وبالشطة، وانا زودت مايونيز شوية، حسيت انها محتاجة مايونيز، بتحسوا بالطعم يعني. وممكن تحطوا لها بقدونس او كزبرة خضراء. خلاص وتقدموها بالهنا والشفا. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد هقدم فيه بقية المقبلات والسلطات، ان شاء الله هيعجبكم. ولو كنتم مشتركتوش في قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش بقى تعملوا لي دعم بالشير وباللايك. واشوفكم في وصفة جديدة. باي.